حبايب فاطمة، أنا عارفة إنك دلوقتي يمكن تكوني تعبانة من شغل البيت والعيال وبتسألي نفسك هو إزاي أخلي جوزي يحبني ويهتم بيا ويشوفني مميزة. تعالى أقولك على السر، بس قبل ما أقولك على السر تعالى أما نعمل شوية رز بلبن زي بتوع زمان من غير أي افتكاسات، لا قشطة خارجية ولا كريمة لباني ولا نشا ولا الكلام الفاضي ده. أنا عندي دلوقتي 2,5 كيلو لبن أهو، دول كانوا متجمدين في الفريزر، بس انا حطاهم على نار هاديه عشان يفكوا، وطبعا موطيه الحله علشان الحله السايلس ما تشيطش. وده ايه؟ مضج، عارفه انت مضج الشاي طبعا، مفيش بيت في مصر اللي مفيهوش مضج بتاع الشاي بودن ده. دي كوبايه رز، كوبايه رز بس، بتغسلها كويس وبتنقعها في شويه ميه. الميه دي بقى ما ترميهاش عشان هنحتاجها بعد ما اللبن غلى اهو وفك. خليكي معايا، بص بقى المهم، اللبن اهو فك اهو بقى 100 هنحط ايه؟ الرز اهو، هنحط رز بالميه. المهم ادي الميه اهي والرز زي ما انت شايفه كده. ما تخافيش، ما تقوليش بقى ان الرز هيبقى معجن او اللبن كتير والميه كتير، لا، دلوقتي هتشوفيه وهيبقى زي الفل. رز عمرك في حياتك ما دقت زيه، زي بتاع زمان اهو. بصي فضينا الرز على الميه. المهم بصي بقى، ركزي كده اهو، هنقلبه بقى بعد ما فضينا الرز والميه اهو. المهم بقى ايه؟ هنقلبه كويس زي ما انت شايفه كده، نوطي عليه بقى شويه. السر هنا بقى انك انت تخلي بالك من جوزك وتهتمي بيه لما يرجع تعبان من الشغل، بدل ما تقعدي تلوكي وتعجني وتساليه انت كنت فين واتاخرت ليه، وتقعدي ترني عليه 100 مره في الدقيقه وهو مش فاضي او مشغول او في اي حته. انت بقى زنانه وبدنك ايه؟ تكرهيه في عيشته، دانك ترني لحد ما يزهق ويقفل التليفون او يعمله صامت عشان ما يسمعش رنتك. المهم انت طبعا شايفه الرز واللبن اهو، وطيت عليه بقى، هسيب بس يغلي غلوه كده وبعدين نقلبه تاني يعني بالراحه. لازم تخلي جوزك يدوب فيكي كده، صدقيني يا حبيبتي، كلمه بسيطه منك هتفرق معاه كتير قوي. يعني زي الطبخه الغاليه كده، الطبخه هو بيحبها. الرز اهو دينا بنقلبه اهو زي ما انتوا شايفين. دي فانيليا، شعرة فانيليا صغيرة وما تكتريش عشان الفانيليا لو كترت بتمرر ايه الرز. هي حاجة بسيطة كده، لان هي طبعا لما بتكون كتيرة بتخليه مصفر، بتخلي الرز بلبن ده مصفر، وبيبقى طعم الفانيليا باين فيه، ما بتبقاش حلوة. ومش عايزة تحط احسن ما تحطيش، بس انا حاطة كده حاجة بسيطة. وادي هنا السكر حسب الرغبة، يعني انا حاطه السكر اهو، احنا بنحبه يعني ايه؟ مش دلع قوي ولا مسكر قوي، احنا بنحبه حلو، فانت تدوقيه وحقيقي بقى حسب رغبتك انت. المهم يعني ايه؟ شوفي السكر اللي انت بتحتاجيه واللي انت بتحبيه وايه، وتحقيقي حسب ما انت بتحبي بقى انت وعيالك وكده. المهم لازم تحسسي جوزك ان هو كل حاجه في حياتكم. تمام؟ شايفين الرز بيغلي ازاي اهو؟ قرب يتشرب اهو اللبن من غير لا نشا ولا كريمه ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده اهو. خلص اهو بالهنا والشفا. هنعبيه في اطباق. ما انت بقى بتقولي دلوقتي ان الرز ما شربش اللبن، لا هو هيربط، بس هو عشان سخن مش باين. لا ما تخافيش، هو دلوقتي لما يتركن يبرد هيربط واللبن ده مش هيبان وهيبقى حلو. وخلي بالك الطريقه دي جميله جدا، لو انت جربتيها مش هتبطلي تعمليها. ده رز بلبن بقى بتاع زمان، مفيهوش اي حاجه جديده، وخفيف وجميل وصحي. خلي بالك بقى ايه المهم؟ يعني تخلي بالك من تفاصيل جوزك وتخلي بالك منه بخطوات بسيطه كده، ولمسات صغيره كده. المهم تخلي بالك تعملوا الاكله حلوه زي ما احنا عملنا رز بلبن. اهتمي بيه، ما تكشريش في وشه اول ما تقابليه، ما تقعديش تزني على ولادك عملوا ولادك سووا. الراجل زهقان وقرفان، مش هتيجي انت تكملي عليه. لو قال حتى نكته بايخه اضحكي عليها، جبر بخاطره، جبر الخاطر على الله. هنا بقى الرز اهو برد شويه، هحط الزبيب. السدايه لسه سخن ما بردش لسه. حطيت الزبيب غطس في الطبق. هرش بقى الزبيب وجوز الهند
ولما يبرد هوريهولكوا بقى ايه، يعني لما يبرد هوريهولكوا. الكلمة الصغيرة الكلمة الحلوة بتفرق كتير قوي في مود جوزك، بتفرق كتير قوي. شوفي شكل الرز بقى جميل ازاي وتحفة، وابيض بياض التلج، وطعمه فعلا بتاكلي رز بلبن بتاع زمان. حطيت انا جوز هند اهو، وهحط الزبيب، بس كنت مستنيه لما يهدى شويه اهو، هدي شويه اهو. هحط جوز الهند وبعدين الزبيب. حطي بقى لو ما بتحبيش جوز الهند ما تحطيش، حطي اللي انت بتحبيه. عايزه تحطي مكسرات حطي اللي تحطيه، بس انا عندي ايه يعني، عشان عندي جوز هند وزبيب فبحط الموجود. وساعات بنحطه كده ناكله كده من غير حاجه. ممكن لو عايزه ليه وش جميل كده تشغلي عليه الشوايه شويه، هيحمر ويبقى شكله برضو حلو. لو ما عندكيش حاجه، لو ما عندكيش جوز هند ولا زبيب وعايزه يبقى ليه تحطي حاجه على الوش، شغاله عليه الشوايه. مش عايزه الموجود بقى اي حاجه، او ممكن تقدميه عادي من غير لا جوز هند ولا زبيب ولا تحمري وشه عادي. انت دلوقتي عايزه تشوفيه وبتقولي يا ترى ربط ولا ما ربطش وهياكلوا ميه. لا، جميل جميل جميل، جربيه مش هتندمي، مش هتندمي لو عملتيه بنفس الطريقه ونفس المقادير. احسن من اجدع محل بره يعني. دون لو عملتيه يعني هتحسي ان ايه، عمرك ما اكلت رز بلبن في حياتك قبل كده. رز زي بتاع زمان، والاجدع محل دلوقتي يعرف يعمله، مستحيل تستغنى عن طعمه. شوفي شكله، شكله جميل. بس انا يعني عشان الاضاءة عندي مش قد كده، انما هو ابيض، ابيض جميل قوي. شوفي بقى ربط ازاي، ولسه ده عشان لسه سخن. كنت انا معبيه الاطباق كان تحس ان اللبن والرز كده ميه. بصي جمد ازاي، وهو عشان سخن على فكره يعني، هو يدي شويه بس. هو لسه بقى لما يهدى تاني هيربط ويبقى جميل برضه. المهم ما تنسيش تشتركي في قناتي، وحكايات من القلب القلب مع طبخه وحكايه مع فاطمه. في امان الله حبايبي، وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب.